ايه رأيكم في القمر ده؟ حاجة تحفة وجميلة وبسيطة، حاجة سهلة وجميلة جدا جدا ومغذية لينا ولأطفالنا، حاجة من الآخر. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله هنعمل بديل قمر الدين بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات طبيعية جدا. سموا الله ونصلي على الرسول وتعالوا نبدأ الفيديو ونشوف الخطوات. طبعا انا معايا جزر، هقطعه حلقات رفيعة عشان خاطر مياخدش وقت معايا في السوا، وهحط عليه كوبايتين من المية واسيبه يغلي على النار لحد ما يستوي تماما. تعالوا نشوف الخطوة التانية. معايا برتقان بلدي بسرة، مش مشكلة، اي حاجة متوفرة عندك. هنقشر البرتقان كويس جدا ونشيل اي حاجة بيضة فيه وهنضربه في الخلاط عادي جدا. حاجة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. عشان ابعت اجيب لفة قمر الدين بمبلغ وقدره ليه؟ طب ما انا عندي كل حاجة طبيعية في البيت واقدر اعملها بحاجة بسيطة جدا ومش مكلفة خالص. طبعا البرتقان هضربه في الخلاط كويس وهصفيه بمصفى تكون سلك، تكون ضيقة عشان خاطر مفيش اي حاجة تنزل فيه. طبعا هتشوفوا الطريقة قدام منكم. هقطعه في الخلاط وهحط عليه نص كوباية مية عشان بس الخلاط يتحرك. ماشي، وصفة سهلة جدا جدا جدا. طبعا هنا الجزر اتسلق معايا وعصير البرتقال. هاخدهم بقى على حلة على النار، هيغلوا طبعا. خطوات قدام منكم شايفينها اهو. حط عليه عصير البرتقال، ماشي، وهنفضل نقلب فيه وهنحطه بقى، نولع عليه النار عشان يغلي. ماشي، واحنا بنقلب فيه برضو طبعا هنضيف السكر عليه وهنفضل نقلب تماما لحد السكر ما يدوب خالص. ماشي، نفضل نقلب، وطبعا السكر على حسب الرغبة. في ناس بتحب السكر زيادة وفي ناس بتحب السكر ناقص، فده لذوقكم، انتوا احرار فيه. ماشي، نفضل نقلب فيه كده لحد السكر ما يدوب تماما خالص زي ما انتوا شايفين كده. الخطوات سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة اي مجهود خالص. طبعا هو كده غلي معايا، انا عايزاه كده. طبعا هيبقى معايا نشا، كوباية نشا، ولا كبيرة ولا صغيرة، كوباية وسط، وتدوبيها في كوباية مية. تمام، وانتي بتنزلي النشا هتفضلي تقلبي فيه كده بالراحة. طبعا هتكوني موطية النار عشان خاطر مفيش اي كلكعة في النشا تحصل لحد ما تشوف القوام قدام عينك. ده قوامه مظبوط كده، تحفة جدا، مش محتاج اي حاجة خالص. خطواتك قدام منك مع التقليب المستمر، هو ده قوامه المظبوط، مش محتاج اي حاجة تاني. طبعا هيغلي، هتعبيه بقى في اي حاجة عندك انتي حباها، اطباق، كاسات، مش هتفرق، المتوفر عندك. طبعا كده احنا بنعبيه في كاسات واطباق. ماشي، خطوات سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة ومغذي جدا للأطفال. يعني عايزة اقولك طعمه تحفة جدا جدا جدا، حاجة جميلة وكل الأطفال بتحبها. طبعا كده خلص قدام منكم. نشوفه بقى بعد ما غرفناه كده، هنزوقه بأي حاجة موجودة، أي مكسرات موجودة عندك في البيت، أي حاجة موجودة عندك تحطيها، وكده يكون
نهاية الفيديو بتاعتنا. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وارجو المشاركة للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا.